ناس كتير مننا بتعاني من مشاكل الصدر والتنفس، وبالتالي الافرازات الناتجه عن ده، سواء ناس عندهم مشاكل صحيه اصلا من فتره، او ناس بتعاني من المشكله دي بتغيير المواسم او تغيير الجو فصول السنه المختلفه. عامه ما بنلومش على حد تعبان ان هو عايز يريح نفسه او عايز يستخرج الافرازات دي من نفسه، مفيهاش اي مشكله. بس في نفس الوقت ان في اداب عامه لو انت عايز تعمل ده في مكان عام، ما ينفعش ان انت تكون بتريح نفسك على حساب ان انت بتاذي الاخرين وتقول لهم انا تعبان او مريض. دي مش حجه، احنا ما بنلومش عليك ان انت لو مريض، المرض مفيش حد كبير عليه، لكن في نفس الوقت بنلوم على الطريقه اللي انت بتساعد نفسك على استخراج الافرازات دي. لازم الموضوع ده تبقى واخده في اعتبارك ان انت وسط ناس ممكن يكون حد مش متقبل ده، فلازم اولا ما تكونش ملفت للنظر. تاني حاجه، حتى لو انت بتستخرج الموضوع بصعوبه فبتضطر تعمل صوت عالي او حاجه زي كده، عامه الصوت ما بيكونش مؤثر على ان الافرازات تخرج بشكل احسن. الافرازات بتخرج بشكل احسن عن طريق الصدر نفسه، عن طريق الضغط، مش عن طريق الصوت. فمش لازم ان انت تعرف الناس كلها ان انت بتستخرج حاجه من صدرك، حاجه زي كده. وفي نفس الوقت بقى النقطه الاساسيه اللي انا المفروض ما بديش فيها نصيحه، المفروض المعلومه دي عامه ومعروفه للناس كلها، ان انت لو معكش مناديل او حاجه زي كده واضطريت ان انت من الاخر يعني تف في الشارع، بصوا انا عارف ان في ظروف كتيره بتخلي الناس ما تشيلش مناديل او تضطر كذا او كذا، انا مش هنصح، بس على الاقل يعني على الاقل هديك مثال. يعني الحيوانات، القطه مثلا لما بتيجي تعمل حاجه في الشارع بتداري عليها، يعني ما بتسيبهاش كده وتمشي. فدي يعني ما بالك الحيوان لما بيعمل كده؟ فاحنا المفروض يعني نبقى ارقى منه شويه. لو انت مش هتقدر تعمل ده فما تعملوش، لو اضطريت تعمله يا سيدي احنا لازم نبقى متقبلين الواقع ان مش كل الناس هتبقى شايله مناديل او هتقدر تداري على حاجه زي دي. فعلى الاقل لو اضطريت تعمل ده، بس مش كده في الشارع بالشكل ده، حاول تداري عليه او حاول تعمل في مكان فيه تراب او حاجه زي كده بحيث ان هو ما يبانش، عشان ما تاذيش حد تاني. انا عارف ان الراي ده ممكن يكون جريء شويه، بس احنا بنبقى مرنين مع الواقع اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت ما بنحملش الناس فوق طاقتهم. لان انا بطلبه ده حاجه بسيطه خالص، بمجرد ان تداري على الحاجه دي موضوع في ايدك، يعني مش بطلب المستحيل. اتمنى المعلومه تكون وصلتكم وعجبتكم. ما تنساش تشير الفيديو ده عشان اكتر الناس تستفيد منه، تعمل سبسكرايب لينا عشان تتابع الحلقات الجديده، وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان كل ما يكون في موضوع جديد ده تكون انت اول واحد تسمع عنه. شكرا.